صباح يا حلو القاهرة ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. تتجدد مع مشرق شمس ستك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحاب بابك ولدعائنا أبواب السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم جميعا يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال، وحشتني كتير من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا صباحكم سكر وعسل ورد وياسمين، صباح كل خير وبركة ورزق ان شاء الله بإذن الله. يلا خش بقى برجلك اليمين ودوسي كده على الاشتراك واشترك عندنا لو كنت أول مرة تشوفينا، واضغطي لنا كده لايك علشان قناتنا تتشاف ومحتوانا يتشاف. النهارده هتعرفي سر نفخ الرغيف. شوفي يعني الرغيف ازاي بينتفخ كده معاكي في الفرن. اظن انت شفتي معايا في بدايه الفيديو وتعرفي طريقه العجين وتعرفي كل حاجه. طبعا ما شفتيني انا بعجن كده، انا كنت بعجن يعني بعد صلاه الفجر على طول. يعني بصي كان الجو ما نورش لسه، لما بدات ان انا اعجن كان لسه الجو ما نورش. يعني قبل ما عجنت كده كان بدا الجو ينور، يعني كان بدا الجو كده ينور، يعني كان بعد صلاه الفجر على طول انا بدات العجين. وشايفين بقى بسم الله ما شاء الله عملنا احلى عيش كده موفر واقتصادي. عايزه تعرفي كل حاجه عن العيش، عايزه تعرفي طريقه العجين، عايزه تعرفي الرغيف ازاي بيطلع منتفخ كده من الفرن كده عامل زي الكره كده. خليكي معانا لاخر الفيديو ان شاء الله اطلع بمعلومه حلوه جدا يعني من محتوانا. مش هتخسري حاجه، بس بالله عليك لو اول مره تشوفينا دوسي على كلمه دوسي على الاشتراك واشتركي، ولما تدوسي يطلع لك خيارات اضغطي بقى على كلمة الكل علشان اي حاجة جديدة احنا ننزلها توصلك على طول. وطبعا اهم حاجة الناس اللي معايا من زمان اوعوا تنسوا الاعجاب او اللايك لأم محمد، واوعوا تنسوا كومنتكم الحلو، الكومنتات الحلوة اللي بتشجعني وتخليني استمر معاكم على طول. ان شاء الله انا مستمرة، سواء بقى في مشاهدات او مفيش مشاهدات، في ارباح او مفيش ارباح، انا مستمره معاكم ان شاء الله باذن الله. ان انتوا بتدوني طاقه كده، حتى لو انا حتى مع عديله من المحتوى، لو انا حتى هقوم اعمل شغل بيتي انا باخد الطاقه منكم انتوا، لان انتوا اللي بتشجعوني وتقولوا يا ام محمد استمري، ودعواتكم الحلوه وكلامكم الحلو بتشجعني وتخليني استمر معاكم. ربنا يا رب يبارك لكم ويجعل صباحكم كل خير وسعاده وينور حياتكم كده، وما تشوفوش اصلا ابدا اي حاجه وحشه ابدا في اي حد بيعز عليكم، وربنا يكفينا ويكفيكم شر المرض يا رب العالمين. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله كده هنعرف بقى كل حاجه عن العيش البلدي او العيش البيتي اللي احنا بنعملها في بيوتنا. وده الفرن الطين موفر جدا وبنخبز على الحطب زي ما انتم شايفين. اول حاجه انا صحيت بدري كده، رحت حاطه خميره فوريه كده على الدقيق زي ما شفت كده في الاول، وبدات ان انا اعجن العجين حلو وملكه حلو، وبعدين اطريه لما بيجي متناسب ان هو يتخبز كده زي ما انت شايفين.
سبت اختمر. وبعد ما اختمر بقى اديك شفتي كده لما ملى الحله. يعني انت لازم تدي العجينه حاجه وتعجنها حلو خالص وتنعم في ايديك وما فيهاش اي تكتلات، لان التكتلات او اي حاجه في العجين كده كلاكيع ولا اي حاجه ما تخليش الرغيف ابدا يجيب معاكي في الفرن. ولو العجينه واخده خميره زياده فمش مش هتجيب برضو معاكي في الفرن. لو العجينه لاكسه خام برضو مش هتجيب معاكي في الفرن. فالرغيف عشان يجيب الفرن يبقى مظبوط. انا حطيت باكو خميره على حوالي 2 كيلو دقيق. يعني حطيت باكو خميره على حوالي 2 كيلو دقيق وما خدش وقت وخمر بسرعه. خمر بسرعه عمل الحله بسرعه. وبعدين زي ما انت شايفه كده عملت كميه ما شاء الله حلوه من العيش، وعيش كبير يعني رغفه كبيره، بس رغيف خفيف خفيف جدا جدا يعني منتفخ كده وخفيف جدا. هي بس شويه ميه دافيين دفيت له ميه لان السجع بدات تسجع. الجو بقى مسجع في الصبح بدري بقى مسجع، فانا دفيت له ميه كده يعني مش حاميه لا دفيتها. وبدات بقى ان انا اعجن، حاطط حبه ملح فيها كده، وحاطط الخميره الفوريه في الدقيق. لو انت تعمل الخميره بيره هتدوبها في اللميه، هتدوب الخميره في اللميه. اما لو انت هتعمل الخميره فوريه حطها في الدقيق وخلاص. وعجنت بقى العجينه عجنه حلوه وارتاح. وجرست زي ما انت شفت كده على رده، فرشت الرده وجرست عليها وسبت برضو ارتاح على بال ما حميت الفرن. يعني انا حميته شويه من الفرن وبعدين قطعته وبعدين كملت حمي في الفرن ونضفت البلاطه. يعني انا مسحت البلاطه كده بميه وكده ومسحتها. شايفه بسم الله ما شاء الله الرغيف روعه روعه كده. يعني انا اصلا ما كنتش عارفه اطلع من كتر ما هو منتفخ، انا مش عارفه اطلع من الفرن اهو بسم الله ما شاء الله. حته واحده ما فيش غلطه زي الفل كده، وكلهم حلوين جدا جدا برضو. رغفه خفيفه، بس الرغيف لما يكون قطعه صغيره بيكبر شويه كده، ما بيجيبش الاخر كده في النفخ. يعني هو كلهم طالعين منفوخين وزي العسل، بس اللي بيكبر خالص كده لان انا اصلا مقطعهم قطع صغيره. وديكي شايفه المطرحه اللي معايا او الشكرفه اللي معايا دي كبيره. بملى الرغيف، يعني بملأها بالرغيف خالص، بخلي الرغيف كده يكبر عليها. يعني ايه ساعات لما يجي يرفح كده من كتر الرجيه اللي فيه يتفتح شويه، انما هم كلهم جابين وزي الفل ومنتفخين كلهم وزي العسل كده بسم الله ما شاء الله زيكم كده. فعايزاكم تشجعوا محمد، قلنا ارائكم بقى في العيش، وارائكم في الفرن اللي احنا بنغبس فيه، ورأيكم في محتوانا البسيط والحياة البسيطة دي. وتشجعونا كده بقى عشان نستمر معاكم ونفضل كده موجودين. لان تشجيعاتكم بصراحة هي اللي بتخلينا نفضل موجودين معاكم. ويا رب يكون محتوانا بيعجبكم، ونكون دايما كده عند حسن ظنكم، ونكون ضيوف خفيفة عليكم، ما نكونش كده تقال يعني ومحتوانا تقيل. يكون محتوانا بيعجبكم، نكون خفاف عليكم. يا رب بس يكون تطلع مننا بمعلومة وتستفيدوا من محتوانا وتستفيدوا من قناتنا. اللي بيستفيد من محتوانا وبيلقى محتوانا صادق واحنا صادقين معاكم في كل حاجة بنعملها، فما ينساش يشترك. وده اللي بيشوفنا لأول مرة. اما اللي معانا من زمان حبايبنا اللي عرسنا من فوق، وبرضو الناس اللي بتشترك جديد برضو عرسنا من فوق. وبشكر اي حد خلي جديد، وبشكر الناس اللي معانا من زمان، وبقول لكم وجودكم بيسعدني. خشوا كده عند اختكم، نوروها كده وقولها كلمة حلوة عشان تشجعوني كده. نوروني وتشرفوني كده، والله اتشرف بيكم في قناتي. كلكم محترمين وكلكم زي العسل. فطبعا بشكركم كلكم جميعا ألف شكر ليكم على تعليقاتكم الحلوة وعلى مشاهدتكم الحلوة. على يعني بصوا مش عارفة اقول لكم ولا ايه. فطبعا انا عايزه اهم حاجه تكونوا انتوا بس بتتبسطوا من محتوانا، وكون انتوا بس بتطلعوا من عندنا بمعلومه تستفيدوا منها. وناس كتيره بتسالني بتخش على فيديوهات قديمه ويسالوني طب يا محمد انت عملت الفرن ده ازاي، طب مكونات الطراب، طب مكونات يعني الحاجات اللي عملتها زي ما انا عملت بدل الفرن 2. وقلت على المكونات دي كذا مره، بس برضو في ناس داخله جديد مش عارفه حاجه، فبيخشوا يقولوا يا محمد طب انت قولنا على المكونات. يعني بدخلين على فيديو البلاطه بس، او داخلين على فيديو الفرن القديم بس، فبيبقى يعني ايه برضو يخشوا يسألوا على حاجات التفاصيل كتيرة جوي عندنا في الفيديوهات القديمة. فأنا ببقى سعيدة جدا 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 لما حد بيخش على فيديو بقاله سنة أو بقاله 6 شهور ويسألنا على تفاصيل فيه ويقول عملتيه ازاي ومش عارفة، وحاجات بتسألونا على حاجات كده. والله بكون مبسوطة جدا جدا، ويا رب أكون بعرف أوصل لكم المعلومة صح. يعني أكون بعرف أوصل لكم المعلومة اللي انتوا عايزين تفهموها، الحاجة اللي انتوا عايزين تعرفوها صح. ان شاء الله تتوفقوا في اي حاجه بتعملوها واي حاجه تعلموها من ام محمد. يا رب تطلع معاكم حلوه علشان تدعوا لي دعوه حلوه. يا رب اي عيش حاجه بتعملوها مني، سواء فطير بقى او ارغف او اي حاجه اتعلمتوها مني وبتعملوها، يا رب يوفقكم فيها وتعملوا احسن حاجه يا رب العالمين، علشان بس استفيد منكم بدعوه حلوه بس.
شايفين بقى كده طلعت العيش اهو، يعني خبزنا بدري يا جماعه، بدري. ما شاء الله، يعني بصوا قبل الساعه 8 كنا خلصنا عيش، كنا خبزنا وخلصنا، عجلنا من بدري والعجين قام وقطعنا وسخنا الفرن وخبزنا العيش دي قبل الساعه ما تيجي 8. الحمد لله يا رب. وقمنا فطرنا يعني بصوا كأننا ما عملناش اي حاجه خالص. تحت بصراحه هي مصلحه البدريه منسيه زي ما بيقولوا بالظبط، يعني جداتنا ما قالوش حاجه اي مثل غلط اصلا، هي صح، مصلحه البدريه منسيه يا جماعه. فاي حاجه بتعملها بدري كانك ما عملتهاش. وربنا يوفقكم كلكم جميعا، وربنا يعيننا يا رب على الحياه والظروف اللي احنا فيها. ربنا هو المعين، وربنا بس يدينا الصحه علشان نقدر نعمل مصلحتنا ونعني نعمل حاجه اللي احنا مطلوبه مننا، ونكون بحب ونكونش يعني متضايقين. اهم حاجه نستعين بالله من الشيطان الرجيم، ونقوم نقضي كل مصالحنا ان شاء الله، كل حاجه تتقضي. وركز بس في الحاجه اللي انا بقولك عليها، هتطلع معاكي احلى عجين واحلى عيش ان شاء الله. طالما تعجن العجينه حلوه هتطلع معاكي احلى عيش باذن الله كده يا ام محمد. لا بتنجدي الرغيف من النص كده عشان البرطه ما فيهاش حصو، عشان كده بعمل كده عشان ينتفخ ما يخشش تحتيه هوا. دي بدنجال انا حطيتها بعد العيش ما شاء الله يا جماعه، والله طلعتها عامله زي الكريمه. حطيت لها توم وشطه ودخلتها في الفرن تاني في الطاسه، والله وكان احلى اكل، كان احلى فطار بالبدنجال والعيش السخن، كان روعه 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 كده. يا رب بس يكون محتوانا بيعجبكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. وشايفين العيش بسم الله ما شاء الله كده. قولوا لنا بقى السرايق الفطار بتاعنا كان بدنجال مشوي بالعيش السخن ده ما شاء الله، ما اقولكوش عليه، كان زي العسل، شويه زيت كده وخلاص وتوم، وكانت زي الفل. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.